يا أهلا بيك يا عزيزي المشاهد، جايب لك فيلم من الطراز السحري في أواخر القرن ال19 في لندن. في بداية الفيلم يا صديقي بنشوف قبعات كتير مرمية على الأرض وصوت السمع بيقول انتوا بتتفرجوا كويس. بعدين بننتقل لعجوز اسمه كاتر بيشرح لبنت صغيرة إن أي خدعة سحرية فيها 3 أجزاء. الجزء الأول اسمه التعهد، وفيه الساحر بيعرض خدعته قدام الجمهور وبيخليهم يفحصوا أدوات الخدعة عشان يتأكدوا إنها مش مزورة ولا مقلدة، حاجتنا أصلية 100%. الجزء الثاني اسمه الانعطاف، يعني بياخد الملف على واسع وفيه الساحر بيبدأ الفعل الحقيقي اللي بيحير الجمهور زي اختفاء حاجة مثلا. الجزء الأخير واللي هو البرستيج ده الذروة، يعني نهاية العرض، زي لما الحاجة اللي اختفت تظهر. في الماضي في عرض سحري ساحر مشهور اسمه روبرت أنجير كان هيقدم خدعة الانتقال الفوري، جسمه كله اتحط بالكهرباء وفجأة اختفى. الأرضية تحت رجله كانت متعدلة عشان يقع، بس للأسف كان في تانك مية تحت الفتحة بالظبط، والفتحة اتقفلت على طول بعد ما وقع وغرق ومات على طول. ساحر تاني اسمه بوردن كان مش فاهم حاجة من اللي بيشوفه قدامه، وفي المحكمة يا صديقي كانت الأدلة بشهادته عن اللي حصل في نهاية العرض السحري اللي قتل روبرت. والمصيبة إن كاتر هو اللي كان مصمم خدعة روبرت، شرح إن بوردن هو اللي حط التانك المية تحت فتحة المسرح لأنه شافه بعينه واقف قدام التانك ومتفرج على روبرت وهو بيموت بغرق. بوردن اتحبس في الآخر واتحكم عليه بالإعدام شنقا رميا بالطوب. فضل طول الوقت متراقب عشان الحراس خايفين يهرب منهم بخدعة سحرية. وفي يوم من الأيام يا صديقي بوردن استقبل زائر محامي اسمه أوينز جه بالنيابة عن ساحر غني اسمه لورد كادلو. هدف أوينز إنه يشتري من بوردن خدعته المشهورة اللي اسمها الرجل المتنقل، خدعة انتقال فوري كانت مشهورة وقتها. بوردن ما كانش عايز يبيع، بس أوينز قال له إنه لو باع مش بس هياخد فلوس كتير، لا كمان بنته هتكفل بيها. اللورد كادلو يعني عرض وعليه عرض هدية، وزيادة على ده كله كمان ادى جواب روبرت اللي في قصة رحلته عشان يقلد خدعة الانتقال الفوري. وفي زنزانته يا صديقي بوردن بدأ يقرا يوميات روبرت اللي سافر بيها لدنفر في أمريكا عشان يكشف أسرار خدعة بوردن. وبنرجع فلاش باك للماضي يا صديقي، روبرت وصل كولورادو ونزل في فندق وعلى طول راح قمة الجبل عشان يقابل مخترع مشهور اللي هو نيكولا تسلا، بس للأسف مساعد تسلا اللي منعه وقالوا إن تسلا مشغول بتجربة. وتفتكر إن روبرت استسلم؟ لا، ما حصلش، ما استسلمش بسهولة، فضل مستني في الفندق لغاية ما يقابل تسلا. وفي نفس الوقت كان لسه قاري يوميات بوردن اللي فيها رحلة حياته كلها. وبنرجع فلاش باك تاني يا صديقي لما روبرت وبوردن كانوا لسه أصحاب وهم صغيرين، اشتغلوا عند ساحر مشهور وكثيرا ما كانوا يتنكروا في هيئة متفرجين عشان يسهلوا خدع الساحر. مش الاتنين بس، كاتر وجوليا مرات روبرت كانوا بيشتغلوا مساعدين للساحر برضه. ورا الكواليس دي كانوا بيتناقشوا. بوردن كان شايف انهم محتاجين خدعة جديدة تسلي الجمهور، زي انهم يمسكوا رصاصة مثلا. وبخبرتهم مع السحر يا صديقي روبرت وبوردن قدروا يعملوا خدعة سحرية عظيمة زيه. كان عندهم طموح انهم يبقوا سحرة عظماء. وفي يوم هم شغالين في عرض السحري بوردن شاف واحدة من الجمهور اسمها سارة، وهنا يا صديقي هيجي الحب من اول نظرة. وزي ما قلت لك يا صديقي حس باللي اسمه الحب من اول نظرة، اتعرف عليها وعلاقتهم بدأت تقرب. الايام عدت وروبرت وبوردن فضلوا شغالين في تمثيل دور المتفرجين لغاية ما جه اليوم اللي بوردن ربط فيه عقد غلط في العرض وتسبب في موت جوليا مرات روبرت. روبرت انهار من اللي حصل، جوليا اندفنت وبوردن حس بالذنب الشديد. من ساعتها صداقتهم انتهت، وروبرت كان متعصب جدا لان بوردن ما شرحش هو استخدم عقدة ايه ومش وسابه. باختصار بوردن كون عيلة مع سارة، وكذلك بدأ عرضه الخاص بمساعدة مصمم خدع ومدير اعماله واللي بيكون فالون. سارة بشرته انها حامل، وفي نفس الوقت بوردن عمل اول عرض ليه وكان من ضمن خدعه انه يمسك رصاصة. سارة كانت فضولية وعايزة تعرف بيعمل الخدعة ازاي، فاضطر يقول لها ان الخدعة انه يحط سدادة قبل الرصاصة، وبكده الرصاصة مش هتنضرب بس الصوت هيفضل زي ما هو. العرض بدأ اخيرا، بعدين دعا واحد من الجمهور يصعد على المسرح عشان يساعده في الخدعة، واللي طلع انه روبرت بس متنكر. بنفس الغضب روبرت سأله تاني هو استخدم عقدة ايه مع مراته، بس بوردن رد بنفس الإجابة واللي هو مش عارف. روبرت اللي كان عارف الخدعة قدر يضرب الرصاصة، بس الحمد لله يا صديقي فعلا محرك المسدس، فالرصاصة ما أصابتش غير صابع بوردن الخنصر والبنصر. وكام شهر بيعدي بعد ما ولد عيل بوردن وسارة دخل من العرض لسه مش كبير، ومن بعد الحادثة بقى مضطر يعمل خدع من غير صوابع، وده طبعا قلل خياراته في الخدع. في نفس الوقت كتر زر روبرت وعرض عليه يكون مصمم خدع، بدأ يخططوا للعرض الجديد. روبرت بقى ليه اسم فني ذا جريت دينتون. قطر كمان جاب مساعدة عشان تساعد روبرت على المسرح اسمها اوليفيا. جهزوا الخدع انهم يصطادوا حمامة من العدم باستخدام قفص معمول ومتركب من ورا عشان ما يتشافش. يوم العرض جه اخيرا كخدعة افتتاحية، روبرت بدل مناديل مع اتنين من الجمهور. الخدعة التانية اطلق الحمامة من القفص المغلق. روبرت لبس سترة خاصة وبعدين جاب الحمامة على المسرح عشان يبدأوا الخدعة، بس للأسف يا عزيزي المشاهد المتطوع اللي اختاروه من الجمهور طلع بوردن بس برضه متنكر. وطبعا يا صديقي اخد طاره من روبرت على اللي عمله في عرضه قبل كده. الحادثة دي تسببت
اتضربت في كسر ايد الست وخلى صاحب المسرح يطرد روبرت وفريقه من هناك. بعد كده كتر اقترح على روبرت يروح معرض علمي، حاسس ان نيكولا تسلا كان بيشرح جهاز جديد عمله اسمه ملف تسلا، جهاز بيولد جهد كهربائي عالي التردد من غير اسلاك، بس لسه مش مظبوط. حصلت فوضى والجمهور اتفرق، وبالصدفه يا صديقي بوردن كان في المعرض برضه. روبرت اتبعه وشاف مراته وابنه الصغير جيس. روبرت حس بالغيره على اللي شافه، لان لولا بوردن كان هو كمان هيبقى بنفس السعاده مع مراته جوليا. وفي الليله دي روبرت قعد يتكلم مع اوليفيا اللي بقت صاحبته، قالت له وقف طاره مع بوردن، بس هو ما قدرش بعد اللي عمله واللي راح ضحيته مراته. حياه مراته ما تسواش كسر صوابعه الاتنين. غضب روبرت طلع من عينه لما شاف عرض بوردن اللي عمل فيه خدع كتير، لغايه ما في الاخر في نهايه العرض بوردن قدم خدعه نهائيه محدش عملها قبله ومستحيل حد يعملها، اللي هي الانتقال الفوري. كان في بابين منفصلين على المسرح، لما بوردن دخل من الباب الاول ظهر بشكل سحري من الباب الثاني زي ما يكون بينتقل فعلا. كتر قال ان بوردن عنده توأم بديل مختفي في الباب الثاني، بس روبرت كان متاكد ان الخدعه مش بالبساطه دي ولازم وراها طريقه معقده، خاصه ان روبرت شاف بعينه ان اللي طلع من الباب الثاني هو بوردن نفسه، بدليل ان صوابعه الاثنين في ايده الشمال ناقصين. ومن ساعتها روبرت اتهوس بسرعه الخدع بل وتحسينها. كتر خطط انهم يدوروا على حد شبه روبرت. على الجانب الثاني بوردن بقى غني ومشهور بفضل خدعته الجديده في الانتقال الفوري، واشترى بيت جديد لمراته ساره وبنتها جيس. روبرت قدر يلاقي حد شبهه بالظبط، كان ممثل صديق لاوليفيا عاطل عن العمل من مده اسمه جيري. بعد شهر تجهيزات جيري لبس واتدرب كويس وبقى نسخه طبق الاصل من روبرت. الخدعه كمان اتطورت، روبرت حط البابين وجوه لبعض بدل ما يكونوا قدام الجمهور عشان الخدعه تبان اصدق، على عكس خدعه بوردن. روبرت هيفتح الباب ويقع في حفره في الارض، بعدين الباب يتقفل وجيري يظهر من الباب الثاني بنفس الطريقه. لما بوردن سمى خدعته الراجل المتنقل، روبرت سماها الراجل المتنقل الجديد. مع ان العرض نجح جدا والجمهور سقف له، بس روبرت لسه مش مرتاح لانه مش عارف الخدعه اللي استخدمها بوردن. عشان كده روبرت طلب من اوليفيا انها تساعدهم وتشتغل مع بوردن كجاسوسه. اوليفيا قابلت بوردن في ورشته. بوردن اللي كان عارف ان اوليفيا مساعده روبرت وصاحبته شك فيها طبعا. طلع ان بوردن عارف ان روبرت بيستخدم توأم بديل في خدعته، وفي نفس الوقت من غير ما تحس اوليفيا بدات تحب بوردن. يوم ورا يوم العروض ماشيه كويس لغايه ما بوردن قرب من جيري عشان يستفزه. قال له لازم يبقى واخد باله لان بالشغل مع روبرت يمكن يخسر هويته الحقيقيه وما يقدرش يعيش بحريه. جيري اتصاب وبدا يتمرد، طلب زياده في المرتب وحاول يبوظ عرض روبرت بانه يتاخر في الظهور من الباب الثاني. بس الحمد لله صديقي الجمهور ما شكش في حاجه. ده ما خلص، بوردن اللي لسه مش مبسوط اخذ السجاده اللي روبرت بيقع عليها وخلى رجله تتكسر. بوردن طلع من الباب الثاني وكمان ربط جيري على المسرح. كل ده عمله بوردن زي ما يكون جزء من العرض عشان يرقي نفسه ويهين روبرت. كاتر اعتذر انه ما انتبهش وروبرت ما قدرش يشتغل فتره عشان رجله مجروحه. بعد كده روبرت راح بيت اوليفيا وانفعل جدا عشان اوليفيا قالت اسرار كتير لبوردن. اوليفيا قالت ان بوردن بيستخدم توأم في خدعته زي روبرت بالظبط عشان كان في باروكه مش مستخدمه في العرض. بس روبرت اصر ان بوردن بيقدر يتنقل فورا باستخدام خدعه اعلى مش مجرد استخدام توأم زي هو ما بيعمل، لان مستقبله المهني اتدمر. واوليفيا اللي بقت بتحب بوردن بقت مساعدته. روبرت اللي بقى يائس عزم على سيره يوميات بوردن، بس لما فتحها ما قدرش يفهم المحتوى مليان كلام معقد. في الوقت ده عرض بوردن زاد جمهوره، بدا يسمي نفسه البروفيسور بشارب ولحم مستعاره. رجع تاني يقدم خدعته النهائيه بعد ما طور ادواته السحريه. وبعد العرض فالن شاف روبرت بيتبع مديره، قلق عليه وقرر يتبعه وهو حامل مسدس، بس طلع انها مجرد خدعه من روبرت اللي خدع فالون عشان يخطفه ويحطه في صندوق. بس لما كتر دق المسامير في الصندوق اتضرب عليه النار من فالون، والحمد لله انها مجرد اصابه بسيطه. السبب الوحيد ان روبرت يخطف فالون عشان بوردن يعوضه ويكشف له سر خدعته في الانتقال الفوري. روبرت اداه ورقه يكتب فيها سره، اكتفى باللي عرفه مش على طول وهو بيقول ان فالون اندفن حي والحمد لله بوردن قدر ينقذه. بعد كده روبرت زار كتر في المستشفى، ولما فتح الورقه من بوردن لقوا فيها كلمه واحده بس واللي هي تسلا. عرف روبرت ان طول الوقت خدعه بوردن كانت بمساعده تسلا نفسه. روبرت دعا كتر يروح معاه كولورادو ويقابله، بس كتر رفض على طول عشان عايز يبطل شغل مع روبرت اللي بقى مهووس وبيغامر بحياته. علاقه بوردن مع مراته كانت بتسوء عشان هي كانت بتغير من اوليفيا وعشان بوردن مهتم بخدعه السحريه اكتر من عيلته. وبعد كده بوردن قابل اوليفيا اللي جبرته يختارها ويسيب عيلته. علاقه بوردن وساره زادت تعقيدا لما حصلت بينهم مشاجره كبيره. وفي يوم يا صديقي ساره حست ان بوردن مخبي حاجه وبيعملها، سالته اذا كان بيحبها بجد، بس للاسف وبسبب الغضب بوردن قال انه مش بيحبها. حست بالياس وتحت ضغط واحباط ساره قررت تنتحر وهي بتفتكر رحله حياتها مع بوردن. بعد موتها بوردن اللي لسه متاثر قابل اوليفيا وقال لها انه ما كانش بيحب ساره، قال لها ان جزء منه كان بيحبها بس الجزء الثاني كان بيحب اوليفيا. بدل ما تفرح بمشاعره اوليفيا اتضايقت منه وسابته اخيرا. وبالنسبه لها الادمي ما ينفعش يفكر كده، خاصه ان مراته ماتت من شويه. روبرت كان مستني تاكيد من تسلا في الفندق. مساعد تسلا
تسلا آلي جه يقابله أخيرا، ومن غير مقدمات روبرت قال له عايز يعمل جهاز متطور جدا عشان يكمل خدعه السحرية. بعد كده آلي خد روبرت المكان وشرح له إن تسلا عمل ماكينة عشان تولد كهرباء تكفي مدينة كاملة بشكل لاسلكي ومجاني للناس. وفي يوم يا صديقي تسلا قرر يقابل روبرت بنفسه في معمله، كان في ماكينة كهرباء ضخمة. تسلا شرح إن جسم الإنسان ممكن يكون موصل كهرباء. بعدين راحوا يتغدوا سوا. في الوقت ده روبرت طلب من تسلا يعمل له جهاز يدعم خدعته النهائية اللي البشر مش قادرين عليها. تسلا كشف له إن عنده اختراع عظيم جدا بس الحكومة رفضته. عشان يجيب الماكينة روبرت محتاج يصرف فلوس كتير ويجهز نفسه نفسيا عشان الماكينة في حدود الخيال البشري وكمان خطيرة جدا. بس روبرت الغني ما بيهموش الفلوس ومستعد يتحمل أي خطر. بعد انتظار طويل عزيزي المشاهد تسلا خلص اختراعه، بس لما جربوها على برميلة روبرت ما حصلش حاجة. لسه طلب أسبوع عشان يظبطها. لما روبرت رجع الفندق وكمل قراية يوميات بوردن لا حقيقة مفاجأة، ماكينة تسلا مش هي الخدعة الحقيقية، فالجهاز الكهربائي اللي استخدم في العرض كان مجرد دعاية. مع ان ماكينة تسلا مش سر الخدعة، روبرت أصر على ان تسلا يخلص الماكينة اللي هتخلي خدعه السحرية متفوقة على أي حد. بعد تجارب كتير على برانيت روبرت ما حصلش حاجة. استخدموا قط آلي كمان وبرضه ما حصلش حاجة. الموضوع بيكون محبط ومش على طول. بس وهو راح في الغابة جنب المبنى شاف قبعات كتير مرمية وقطط كتير شبه قط آلي بالظبط. محدش عارف إذا كانت الماكينة اشتغلت ولا لا. تسلا قال له هدور في الموضوع بس هيحتاج أسبوعين، ولو الجهاز جاهز ساعتها روبرت يقدر يستخدمه. بعد أسبوعين مفيش أخبار عن تسلا، فراح معمله على الجبل. اتفاجئ إن المعمل اتدمر بس طلع إن تسلا ما فلتش. طلع يا صديقي إنه وفى بوعده. بعد الاختراع الجاهز لأوضة روبرت في الفندق قبل ما المعمل يتدمر على طول، وكمان ساب له جواب في وداعه وكمان تعليمات استخدام الاختراع، وطلب منه يدمر المكنه عشان هتجيب له التعاسه. بس روبرت اتجاهل التحذير وجربها على طول. بعد ما نجح في التجربه روبرت جاهز لعرضه الكبير. استعان بمساعد اعمى عشان ما يعرفش الخدع، وكمان استعان بقطر تاني. روبرت قال لقطر ان العرض ده هيكون اخر عرض ليه، وكمان هيعمل حاجه اخيرا قبل ما يعتزل. يوم العرض جه عزيزي المشاهد وطبعا بوردن كان في الجمهور. روبرت طلع على المسرح وهو بيعرض، وبعد ما قدم كام خدعه في اخر العرض روبرت قدم خدعته النهائيه العظيمه اللي هي انتقال الفور الحقيقي. روبرت دخل مكنه كهرباء ضخمه واتخبط بالكهرباء لغايه ما اختفى فجاه، وبعد ثواني ظهر من ورا الجمهور مقدما البرستيج الحقيقي. بوردن انفعل قدام فالون عشان الخدعه مستحيله الانتقال لمسافه بعيده في جزء من الثانيه، وبوردن متاكد ان ده روبرت الحقيقي مش توأم بديل. العروض استمرت في اماكن كتير وبوردن فضل يحاول يكتشف السر، واخيرا اعترف بالهزيمه. نرجع لبدايه المشهد. بوردن لسه عنده فضول يعرف سر الخدعه. اتطوع يصعد المسرح يفحص الماكينه، وهو نازل من المسرح راح ورا الكواليس بهدوء. في نفس اللحظه اللي روبرت اختفى فيها وقع في تانك ماء مقفول وغرق ومات. طلعنا في الوقت ده بوردن حاول ينقذ روبرت بكسر الزجاج بس فشل، وبدل ما ينقذه خلى نفس المتهم بقتل روبرت واتحكم عليه بالاعدام. عرف انه هيموت قريب وافق اخيرا يبيع خدعته عشان بنته يتكفل بيها. اللورد كادلو الساحر الغني طلب يقابل جيس لاخر مره قبل ما يتشنق، وعلى طول اللورد كادلو جيبوا معاه جيس. بوردن فرح جدا لما شافها، بس يا صديقي اتصدم جدا لما شاف ان اللورد كادلو هو روبرت. روبرت ابتسم بفخر وقال له من دلوقتي مش مهتم بخدعته عشان خدعته هو احسن بكتير. بوردن هيموت قريب عشان بقى متهم بالقتل، وكمان خسر اغلى الناس عنده. جيس اللي بقت ملك روبرت دلوقتي نفس الاحساس اللي روبرت حسه لما خسر مراته جوليا. اخر حاجه روبرت عايزها اللي يكون ساحر افضل من بوردن ويدمر حياته. لما روبرت رجع البيت كاتر زارو اتفاجئ جدا ان اللورد كادلو هو روبرت عشان هو شاف جثته بعينه. كاتر عرف انه اتعين بس عشان يساعد روبرت في خطته اللي عايز يدمر حياه بوردن. عرف ان روبرت اتعدى الحدود مشي من غير ما يكلمه وهو زعلان. على الجانب التاني بوردن قابل فالون عشان يودعه، وبعد شويه صديقي بوردن اتشنق اخيرا واخر كلمه قالها ابركادابرا. وفي نفس الوقت فالون راح لبيت روبرت. فالون دخل على روبرت في بيته وروبرت استغرب جدا انه لسه عايش لانه كان شايفه من شويه بيتشنق. فالون كشف له الحقيقه الصادمه. فالون هو بوردن نفسه. هتقول لي ازاي يا عزيزي المشاهد؟ هقول لك السر ان بوردن كان عنده توأم طول الوقت. اخوه التوأم اللي هو بيمثل دور فالون من الاول. هما الاثنين كانوا بيتبادلوا الادوار طوال حياتهم عشان يعملوا خدع الراجل المتنقل بالشكل المثالي. التوأم الثاني هو اللي كان بيحب ساره واتجوزها، والتوأم الاول هو اللي كان بيحب اوليفيا، والتوأم اللي اتشنق دلوقتي هو اللي كان بيمثل دور فالون طول الوقت اللي هو التوأم الحقيقي لبوردن وابو بنت ساره. روبرت اتصدم بالحقيقه. كل السنوات اللي فاتت كان بيكره شخص واحد بس طلع انهم اتنين وما قدرش يفرق بينهم ابدا. روبرت قال له خدعتك كانت عظيمه فعلا بس انا خدعتي احسن عشان انا ضحيت بنفسي في كل عرض. فالون قال له انت ضحيت بنسخه من نفسك اما احنا فضحينا بحياتنا كلها. روبرت قال له الجمهور عايز يتخدع واحنا ادينا لهم احسن خدعه في التاريخ. فالون رد الخدعه مش مهمه قد التضحيه اللي وراها. روبرت قفل عليه الباب وفالون فضل محبوس في البيت، وزي ما روبرت مات غرقان في التانك بوردن التوأم هيموت محبوس في البيت. اخر كلمه قالها فالون لبنته جيس قبل ما يموت. كل خدعه سحريه ليها 3 اجزاء: التعهد والانعطاف والبرستيج، بس انا طول عمري بعمل خدعه من جزئين بس لان الجزء الثالث كان دايما يبكي.
صديقي كاتر دخل البيت وشاف بوردن مصور على الحيطة كلام عن الخدعة السحرية، وفهم إن الحقيقة أعقد مما كان متخيل. اللحظة دي بنسمع صوت روبرت بيقول تاني انتوا بتتفرجوا كويس، وبنشوف قبعات كتير مرمية على الأرض، نفس المشهد من أول الفيلم. الفيلم بيقفل على سؤال مين اللي كان بيتكلم من الأول، روبرت ولا بوردن ولا الاتنين مع بعض؟ لو عرفت يا صديقي اكتب لنا في التعليقات. وبكده يكون خلص فيلمنا يا صديقي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في مختصر فيلم جديد. سلام.